تفتكر ايه اغلى حاجة في يومك؟ ايه هي الحاجة اللي لو ضاعت منك ما تقدرش ترجعها تاني؟ اكيد عرفتوا ان الوقت، وفي الفيديو ده هنوضح ليه ادارة الوقت مهمة. المشكلة ان معظم الناس مش بيستغلوا وقتهم بطريقة صحيحة، ولو ضاع مش هنعرف نعوضه. لازم نعرف ان الوقت هو اغلى مورد عندنا، ونحاول نستفاد بكل دقيقة في حياتنا. هنوضح فكرة اهمية الوقت من كتاب ادارة الوقت لبراين ترايسي. لو عرفت تستغل وقتك صح هتقدر تحقق أهدافك وتوصل للنجاح، وهو ده المعنى إن إدارة الوقت هو إدارة الحياة. وبدل ما نضيع وقتنا في حاجات مش مفيدة لازم نركز على اللي بيدعم أهدافنا وبيساعدنا نستغل وقتنا بأفضل طريقة. إدارة الوقت مش إنك تكون مشغول طول اليوم، بدل ما تشتت نفسك ركز على اللي بيدعمك ويساعدك تتقدم. لما تحدد أولوياتك هتعرف إيه المهم فعلا وتشتغل عليه، بدل ما تضيع وقتك في حاجات مش ضرورية. ركز على اللي يقربك من هدفك وسيب الباقي على جنب. ولازم تعرف ان كل ما تأجل شغلك هيبقى اصعب ترجع تكمله، فابدأ دلوقتي حتى لو بخطوة بسيطة، وهو ده معنى تجنب التسويف. اخيرا وليس اخرا، الحد من الملهيات. الحد من الملهيات بتتطلب إنشاء بيئة عمل هادئة وإزالة أي مصادر تشتت زي الهاتف أو الإشعارات غير الضرورية. تحديد الأهداف وترتيب الأولويات من أهم الحاجات اللي بيتكلم عنها براين ترايسي في كتابه هي تحديد الأهداف، لأنه من غير هدف واضح هتلاقي نفسك بتلف في دواير ومش عارف انت رايح فين. لما يكون عندك هدف محدد بتقدر تركز مجهودك في الاتجاه الصح بدل ما تشتت نفسك في حاجات ملهاش فايدة. كمان الأهداف بتديك حافز تتحرك وتنجز بدل ما تفضل مأجل ومكسل. قائمة مهام بأهداف واضحة، يعني انك تحط لنفسك اهداف تبقى عارف تماما ازاي تحققها، مش حاجة عامة او ضبابية. الاهداف لازم تكون محددة، يعني تعرف انت عايز تعمل ايه بالظبط، وكمان لازم تكون واقعية وقابلة للتحقيق. ولازم تقسم اهدافك لثلاث اقسام: الهدف الاول هدف شخصي، والهدف الثاني هدف مهني، وثالثا وليس اخيرا الهدف الثالث هدف صحي. وهنشرح الثلاث اهداف كل هدف على حدة من خلال 3 امثلة. بداية بالهدف الشخصي، زي انك تتعلم وتتقن لغة جديدة، وده بيحصل من خلال الممارسة اليومية وبيفتح قدامك فرص للتواصل والتطوير الشخصي والمهني. ثانيا هدف مهني. معنى الهدف المهني هو الهدف اللي بيسعى الشخص لتحقيقه في حياته، زي انك تشتغل على مشروع خاص بيك بتلخيص الكتب خلال 6 أشهر مثلا. ثالثا هدف صحي، وهو الهدف اللي بيركز على تحسين الصحة الجسدية او العقلية، وده بيحصل من خلال تبني عادات مفيدة زي التغذية السليمة او ممارسة الرياضة. ترتيب الأولويات. لازم بعد ما تحدد أهدافك لازم ترتب أولوياتك. بعد ما تحدد أهدافك أهم حاجة هي ترتيب أولوياتك علشان تشتغل على الحاجات اللي هتحقق ليك أكبر فايدة في أقل وقت. براين ترايسي بيأكد إن مش كل المهام بنفس الأهمية، وعلشان كده لازم تركز على كل الحاجات اللي هتحقق ليك أكبر تأثير في حياتك أو شغلك. تحديد الأولويات. وعلشان نحدد أولوياتنا نحاول إن احنا نستخدم مبدأ باريتو باستخدام قاعدة 20-80، يعني 20% من شغلك بيحقق 80% من النتائج. براين ترايسي بيشجعك تشتغل بذكاء مش بجهد من خلال تحديد المهام الأكثر أهمية واللي بتجيب أكبر تأثير، زي مثلا إن يكون عندك مهام ضرورية جدا ولو ما عملتهاش هتسبب مشكلة كبيرة، وفي مهام ملهاش لازمة وممكن تلغيها تماما. السر إنك تبدأ دايما بالأهم وما تضيعش وقتك في الحاجات الأقل أهمية. الأهم إنك تكتشف الأنشطة القليلة اللي بتأثر بشكل كبير على تحقيق أهدافك، وما تضيعش وقتك على حاجات ملهاش لازمة بتضيع من وقتك من غير ما يكون لها أي فايدة. مصفوفة ايزنهاور. المصفوفات يا صديقي هي أداة أو تقنية بتساعد في تنظيم المهام وترتيبها حسب الأولوية، وبتتقسم ل4 أقسام زي مهم وغير عاجل، مهم وعاجل. المهام المهمة والغير العاجلة هي المهام اللي بتعتبر ضرورية لتحقيق أهدافنا أو تحسين حياتك بشكل عام، لكن مش بتحتاج لتنفيذ فوري. هي مهام بتسهم في نجاحك على المدى الطويل أو في تطوير مهاراتك، لكن ملهاش موعد نهائي قريب، زي مثلا تعلم مهارة جديدة أو ممارسة الرياضة، والهدف منها هي بتساعدك على التحسين المستمر. ثانيا المهام المهمة والعاجلة هي المهام اللي بتحتاج لاهتمام فوري، زي مقابلة عمل مهمة أو إنهاء مشروع بموعد نهائي قريب. ثالثا غير مهم وعاجل. ورابعا وأخيرا غير مهم وغير عاجل. المهام الغير المهمة ولكن العاجلة هي المهام اللي بتحتاج إتمامها بسرعة، لكنها مش بتضيف قيمة كبيرة أو تأثير طويل المدى على أهدافك، زي إنك ترد على مكالمة هاتفية غير مهمة أو إجابة على رسائل البريد الإلكتروني.
قاعدة تناول الضفدع في كتاب براين ترايسي بتقول انك تبدأ يومك بأصعب وأهم مهمة عندك، اللي عادة بتكون المهام اللي بتأجلها لأنها صعبة أو مش مريحة. الفكرة انك لما تخلص أصعب حاجة أولا هتحس براحة كبيرة وتكون جاهز لبقية اليوم. القاعدة دي بتساعدك على تنظيم وقتك والتركيز على الحاجات اللي فعلا هتحقق ليك تقدم. التخطيط باستخدام قوائم كتابة الأهداف الشهرية أو الأسبوعية. كتابة الأهداف بشكل محدد وواضح على المدى القصير، وده بيبان على شكل سواء كانت أسبوعي أو شهري، وده اللي بتحدد الخطوات اللي لازم تعملها لتحقيقها. كتابة الأهداف الشهرية بتحدد فيها أهداف كبيرة، والأسبوعية بتكون لخطوات أصغر ممكن تنجزها في خلال أسبوع. تجزئة الأهداف الكبرى هي تقنية مهمة جدا في التخطيط، ومعناها انك تقسم الهدف الكبير لمهام أصغر وأسهل. وجزء أساسي من إدارة الوقت والتخطيط هو تحديد مواعيد نهائية لكل مرحلة من مراحل الهدف، وبديك شعور بالإنجاز لما تخلص كل مرحلة في الوقت المحدد. مراجعة الأهداف وتعديلها حسب الظروف هي خطوة مهمة جدا في التخطيط والتنفيذ. أحيانا ممكن تواجه تحديات وظروف غير متوقعة وبتمنعك من تحقيق أهدافك. تحديد الأهداف بوضوح. الأهداف لازم تكون محددة بشكل دقيق بحيث تعرف بالظبط انت عايز تحقق ايه. التوضيح والوضوح في الاهداف بيديك دافع اكبر للعمل. أصدقاء، ما زلنا مع ملخص كتاب إدارة الوقت. لو عجبك الملخص ما تنساش تدعمنا بلايك وسبسكرايب للقناة وتعمل شير للملخص. في كتاب إدارة الوقت لبراين ترايسي بيقول إن التسويف بيجي من الخوف من الفشل أو حتى الخوف من النجاح، وده بيخليك تأجل المهام الكبيرة. وعلشان تتغلب على ده لازم تجزئ المهام الكبيرة لخطوات صغيرة علشان تقدر تبدأ فيها بسهولة وتحدد مواعيد نهائية لكل خطوة. وممكن تحس إنك مش متحمس أو مش شايف سبب كافي يخليك تشتغل بجدية على المهمة، وده معنى الافتقار الى الحافز، او انك تتعود على تأجيل المهام بدل من انك تخلصها في وقتها. لما تعتاد على المماطلة بيبقى عندك صعوبة في البدء في الاعمال او اتمامها. في كتاب إدارة الوقت لبراين ترايسي أكد على شوية استراتيجيات لتعزيز التركيز وتقليل المشتتات. ونبدأ نشرح بعض من الاستراتيجيات زي تحديد بيئة العمل المثالية، زي ان احنا نختار مكان هادئ بعيد عن الضوضاء، او الحد من المشتتات التكنولوجية زي ان احنا نفصل الانترنت. ومن ضمن الاستراتيجيات لتعزيز التركيز وتقليل المشتتات برضو ان احنا لازم نحط قائمة مهام واضحة نركز فيها على مهمة واحدة بس في كل مرة، وده بتساعدنا على انجازها بشكل دقيق وتنظيمها على حسب الأولوية، وبتساعدنا على زيادة الانتاجية وتجنب التشتت. وبرضه من ضمن استراتيجيات لتعزيز التركيز وتقليل المشتتات ما ننساش ان احنا لازم نتخلص من المهام الغير ضرورية. التخلص من المهام غير الضرورية يا عزيزي معناه انك تتخلص من الحاجات اللي بتاخد وقتك ومجهودك غير ما تضيف ليك قيمة كبيرة في حياتك. يعني تركز على الحاجات المهمة اللي هتحقق ليك اهدافك، وتلغي او تأجل المهام اللي مش بتخدم الهدف الاساسي. ده هيساعدك تقدر توظف وقتك بشكل افضل. وبرضه من ضمن استراتيجيات لتعزيز التركيز وتقليل المشتتات يا عزيزي هو التنفس والتأمل. لما تمارس التنفس العميق بتساعد جسمك على الاسترخاء وتقليل التوتر، وده بيخليك اكتر قدرة على التركيز. اما التأمل فالهدف منه تهدئة العقل وتنظيم الافكار، وبيساعدك على تجنب المشتتات. الالتزام بجدول زمني يعني انك تحط خطة محددة لمهامك اليومية وتلتزم بتنفيذها في الوقت المحدد، وده بيخليك اكثر تنظيما وبيمنعك من التأجيل والتسويف. لما تكون ملتزم بجدول زمني هتعرف اولوياتك على المهام المهمة في الوقت المناسب. وبكده يا اصدقائي نكون انتهينا من تلخيص كتاب إدارة الوقت لبراين ترايسي. الفكرة هو مش اننا نلخص الكتاب، لكن اننا نستفاد من فكرة من الكتاب ونقدمها بشكل سلس لعل وعسى ان ممكن حد يستفاد منها. وشكرا لمتابعتكم، وما تنسوش تدعمونا بلايك وشير واشتراك في القناة.